كيف الحال؟ صباح الخير. اهلا بكم في فيديو جديد من روسيا كازان، عاصمة المسلمين في روسيا. مسابقة بتجمع ما بين قراء كتار جدا جدا جدا، ولكن هيتم اختيار افضل 20 قارئ في العالم. يلا بينا نشوف الاجواء عامله ازاي ونشوف الدنيا والمسابقه والتفاصيل والمكان فين. الاتوبيس وصل. نزلنا من الاتوبيس، وصلنا الحمد لله. ادي الفندق ورانا اهو. الفندق ده من اشهر الفنادق الموجوده في كازان، وقاعد فيها المتشاركين. طبعا دخلنا وصلنا الفندق، هم عاملين لكل المتسابقين زي اوبن بوفيه، فهو ده المكان بتاعهم بتاع اوبن بوفيه، حاجه ما شاء الله يعني. فيلا بينا. مولانا السلام عليكم، مصري صح؟ حبيبي ربنا يبارك فيك، ربنا يوفقك ان شاء الله. حضرتك جاي من مصر؟ ربنا يبارك في حضرتك يا رب. اتأهلت ان شاء الله النهارده للتصفيات صح؟ لسه ان شاء الله في الحفله بقى. في الحفله ربنا يكرمك ويوفقك ان شاء الله، سعيدين بيك. يلا بينا نشوف الموضوع عامل ازاي. هلو. طبعا وصلنا، المسابقه هتبتدي والناس هتبتدي تدخل اهي دلوقتي. الشيخ اسامه الازهري وصل. كل الناس جايه من جميع انحاء العالم وبيصوروا، وكل الناس موجوده، حرفيا حاجه تحفه. المشاركين من جميع انحاء العالم جايين، ووزير الاوقاف المصري جه النهارده. مش عارف ان هو جاي، والله اتصدمت وفرحت جدا جدا ان هو جه. وزير الاوقاف الصيني، الهندي، الباكستاني، الايراني، الناس دي كلها جايه. حرفيا مسابقه مهمه جدا جدا جدا، ولسه فيها تحديات وحاجات هتفوتكم وهتعجبكم جدا جدا جدا. دخلنا، وطبعا زي ما احنا شايفين القاعة عاملة ازاي. هنا طبعا اهو الناس كلهم، وهنا هم دول الناس المترجمين زي ما احنا شايفين. القاعة ما شاء الله عاملة ازاي، وده كم ناس كبيرة. وهنا فريق الصوت والإعداد، حاجة ما شاء الله جدا جدا يعني. الناس كلها من جميع أنحاء العالم زي ما احنا شايفين، ناس من جميع أنحاء العالم ما شاء الله، اللهم بارك. وكل واحد بيقعد على كرسي بياخد مصحف هدية، حاجة ما شاء الله يعني. فحاجة تحفة التحفة. بس وادي دول المتطوعين الشباب الصغيرين، حاجة اللهم بارك. الناس كلها هنا زي ما احنا شايفين. وهنا طبعا قاعدين الناس، ودولة الإمارات هي المستضيفة لهذا الحدث العظيم. وكل الناس هنا طبعا هم زي ما احنا شايفين المكان عامل ازاي. Мира вам, милости Всевышнего и Его благословения. Добрый вечер, дорогие гости, добрый вечер, дорогие братья и сестры.
Мы искренне рады приветствовать всех вас на торжественной церемонии закрытия поистине уникального события – премия Священного Корана стран БРИКС. Еще раз здравствуйте! Благодаря усилиям наших волонтеров были подготовлены заранее. Сегодня мы с вами находимся в гостеприимной Казани, которая в этом году принимает саммит БРИКС по инициативе и по благословению. Приятно, что многие из наших гостей прибыли на мероприятие целыми поколениями, тем самым передавая любовь к Слову Творца, молодежи и детям, тем самым людям, которые станут нашим с вами будущим. Символично, что перед началом торжественной церемонии духовные лидеры стран БРИКС приняли знаковую резолюцию, где основными посылами стали семья, традиционная честь пригласить президента конкурса, председателя Совета муфтиев России и духовного лидера мусульман Российской Федерации муфтия шейха Равиля Гайнутдина. Республики Татарстан, которые оказали содействие в организации наших мероприятий. Я искренне благодарю моего брата, друга мусульман России, ректора Международного гуманитарного университета имени والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف ولد عدنان وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان. В прямом эфире, чтобы показать, каким агрессивным, нетерпимым и несправедливым является ислам. Пора заканчивать с этим. Ребята, ставим лайки. Сейчас все будет. Так, смотрим. Ставим лайки. Ну что же ты, давай. Ну? Вам. Давайте. Вау! Профессор, мы где это? Мы на вершине горы Нур. Ух ты! Согласно исламу, в 610 году. Вот вы утверждаете, что не Мухаммад изобрел Коран, что это не его творение. Да, Коран был ниспослан ему 40 лет. Ну а как же тогда, например, коварство, злопамятность, нетерпимость, это разве не черты вашего пророка? Мой друг, я отвечу на все твои вопросы. Позвольте мне рассказать вам одну историю. Профессор. Из жизни пророка, саллаллаху алейхи ва Профессор. саллям. Позвольте. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر
سبحان الله. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة إسرائيل قد الجنشي أجل وقد الغنشي. Дорогие друзья, уважаемые братья и сестры, мы просим вас еще раз аплодисментами поблагодарить замечательных артистов, наших уважаемых чтецов Корана, за такое содержательное, можем лицезреть крайне интересный инструмент, который появляется на ваших глазах. И прямо сейчас мы, признаться, это очень волнительно. Итак, во-первых, ну давайте мы сделаем все честно, непредвзято. Итак, будут названы номер ряда и номер вашего места. Итак, внимание. Наши праздничные сцены не обманывают, правда, ваша? Ряд 8, место 5. Разрешите, как вас зовут? Лухмур. Аплодисменты, дорогие друзья. Обладаем первым. اخيرا نهايه الحفله خلصت. ده يثبت لنا ايه بقى؟ ان اي بلد في العالم، مش هقول لك روسيا عشان انا عايش في روسيا، بس انا اول ما جيت هنا كنت شايف ان لا، هو المسلمين مش واخدين حقهم والكلام ده، بس صدقني لما تلاقي بلد زي روسيا تحديدا كازان، وان البلد دي تنظم مؤتمر زي ده وتستضيف الناس ويدوا ناس حج وعمره، لا يقول لك ما تخافش تسفر ابنك او ما تخافش انت تسافر. صدقني اي بلد في العالم فيها خير وانت نيتك كويسه هتلاقي كل حاجه. لو وصلت لحد هنا ما تنساش تعمل شير، لايك، سبسكرايب، كومنت، كل الدعم عشان الفترة الجاية فيه فيديوهات جامدة جدا جدا جدا. السلام عليكم.